اتحرش بيا وفضل يحط ايده عليا، مش بس كده ده قرصني في ظهري وفضل يفعص في جسمي. ده الكلام اللي عمرو دياب ماشي يقوله لكل القريبين منه عشان يدافع عن نفسه بعد الفيديو اللي انتشر ليه وهو بيضرب معجب بالقلم. مش بس كده، عمرو دياب قال انه هيسجن الولد ده وعمل محضر ضده، وقال انه مش هيسكت. ده قال كمان انه ما كانش معزوم بالفرح، وده واحد شغال في الفندق ومش من حقه يكون موجود في الفرح ولا يقف جنبه اصلا. عمرو دياب عمل كده بعد ما المعجب ده حرر محضر ضده واتهمه بالاعتداء عليه بالضرب. وعلى فكرة فريق عمل عمرو دياب حاول يلم الموضوع ويصالحوا الولد اللي اتضرب ويرضوه، بس هو رفض وشاف انه تهان وكرامته ضاعت. لو انت مكان الولد ده هيكون رد فعلك ايه؟ شاركونا في التعليقات.